ما دام مشاكلك دي موجوده حيجيك انقلاب عسكري ايديولوجي، وهيحكمك 10 20 سنه لو كان بايديولوجيه اسلاميه ولا بعلمانيه. ما هو الغش ده ما غش اسلاميين بس، ونمير غش الناس 12 سنه بيشنو؟ ما مره علماني ومره اسلامي ومره كده، والدول اللي حوالينك دي كلها تجارب علمانيه. الجوهر في المساله مش فكر ولا ايديولوجيه الزول الحامل، الاستبداد ده عنده طبيعه خاصه. المستبد زي ما قالوا استاذ حيدر عنده طبيعته ممكن يكون تكنوقراط مستبد، تكنوقراط ما ضروري يكون اسلامي ولا علماني. لازم نفهم المشكلات الاساسيه في تاريخ السودان جاي من وين، اساسه شنو. اول مشكله الصراع السياسي والاستقطاب السياسي للاحزاب السياسيه مع احترامي لها اللي فشلت ما عندها مقدره. عندكم حل من اثنين في وجهه نظري فيما يخص الحياه السياسيه، يا اما تخشوا في الاحزاب دي تقوموها عشان توعى ببرنامج نهضوي للبلد، او تدمروا الاحزاب دي وتقوموا احزاب سياسيه جديده، لان ما عندها شيء تديه اضافي. لان حتى هذه اللحظه الشباب اللي هنا اللي بيفتكروا انه البلد ممكن تنتهي بحاله بتاع بطولات، ده ما ذنبهم، ده ذنب الخطاب السياسي شغال في البلد. اللي بيفتكر اي شيء ممكن يحسمه عن طريق الاعلام وعن طريق البل وعن طريق المواكب وعن طريق اللهازيج، وداير الناس يعيشوا طوالي في حاله جارين في الشارع جارين في الشارع. بناء الدوله ده السؤال، بناء الدوله ده ما يخفق عنه. وانا بلاحظ بتفق مع الاخ زهير، يمكن دي تكون اخر فرصه. الان انت وضع استثنائي في السودان ما حصل تاريخيا انه في جيش عنده راي براو. العساكر زمان ما عندهم راي. نميري كان رايه راي شيوعيين، عمر بشير رايه راي الاسلاميين، عبود ده جابوا ناس حزب الامه. انت الان عندك ناس حاكمين عندهم علاقات دوليه خاصه بهم، براون حقتهم ما حقت الدوله، عندهم سفراء حقينهم هم، عندهم دعم خارجي حقهم هم كعساكر، عندهم وعي سياسي خاص بهم هم. لو نحن قعدنا نشاكل كسياسيين وما نعرف شنو بيركب فيها العسكري. اول شيء يسيطروا على المجتمع التقليدي. يا اخوان نقروا السودان صح، المجتمع التقليدي المجتمع القبلي والمجتمع الطائفي اللي قاعد في الريف في دارفور وفي الشرق وفي الجزيره وفي المناطق المهمشين والناس الفقراء والناس الجعانين ما بيعرفوا حريه وعداله. مفهوم العداله ده ما عارفه لك كويس، لكن عارف انه جعان، عارف انه ما عنده بيت. بيستحوذوا عليهم العساكر، بيجيبون لكم في انتخابات، بيظهر البل فعلا.